اليوم إذا ذهبت إلى الغرب وتتجول في كل القارة الأوروبية، وهنالك 50 مليون مسلما اليوم، يعني 80% من المسلمين في الغرب يعيشون شحاذين بفضل المساعدة الاجتماعية الغربية. يعني الأوروبي يدفع الضريبة لمصلحة الضريبة، وتقوم الدولة الأوروبية بإعطاء قيمة مالية للمسلم يسمى قيمة الأكل. قيمة الأكل يعني المسلم لا ينتج لقمته وهو في الغرب، لو كان في العالم الإسلامي لهانت. يعني الأبقار والمعز تجد رزقها في العالم الإسلامي، 80% بدون عمل. في السويد مثلا أعطيك مثال، 500 جمعية إسلامية، يوجد جمعية إسلامية جمعية يهودية واحدة. كل مسجد في أوروبا فيه مشكلة. لماذا؟ بسبب السرقات. لأن الدولة الأوروبية بسبب قانون دعم الديانات والتنوع الثقافي تعطي ميزانيات للمسلمين، فالهيئات الإدارية في المساجد تقوم بالسرقة. أو تجد إمام مسجد يوظف زوجته كمكنسة ويقول لها ابقي في البيت. ظاهرة الطلاق الكاذب، المسلم يطلق زوجته كذبا على الورق، تعطى من قبل المؤسسة الاجتماعية، يعطونها بيتا، يسترجع زوجته ويؤجر البيت بالأسود. أنا كنت أزور المعتقلين المسلمين في الغرب، فكان تجار المخدرات ومغتصبو الفتيات يقولون لي قل لمدير السجن يجلب لنا الطعام الشرعي، يعني الدجاج أو اللحم المذبوح على الطريقة الإسلامية. أقول لهم أنتم لو أكلتم الخنزير يتبرأ منكم، تروجون المخدرات باسم محمد وباسم الإسلام وتدعون أنه الإسلام النظيف والحضارة الإسلامية. يعني المسلم لم يكن على مستوى دينه. التفجيرات التي وقعت في لندن، في مدريد، في كل حدب وصوب، صور المسلم في الغرب وهو يذبح ما شاء الله يتبجح، تأتي المصورة تنشر المسلم ذي اللحية الطويلة وهو ينحر المسلم ويقول الله أكبر. يعني هذه السيئات وهذه الأخلاق العفنة عندما تصل إلى الغرب، ماذا تريد من هذا الغرب؟ أن يترضى عليك ويؤدي لك صلاة الغفيلة؟